ثأر أو انتقام، حتى أولئك الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب من أي فئة كانوا، فإن من حقهم الحصول على محاكمات عادلة أمام القضاء النزيه الحر المستقل، دولة تعاون وألفة ومحبة بين أبناء الأسرة السورية الكبيرة في ظل مصالحة وطنية شاملة تسقط فيها كل الذرائع الزائفة التي اعتمدها نظام الفساد والاستبداد لتخويف أبناء الوطن الواحد بعضهم من بعض، لإطالة أمد حكمه وإدامة تحكمه برقاب الجميع. هذه هي رؤيتنا وتطلعاتنا لغدنا المنشود، وهذا عهدنا وميثاقنا أمام الله وأمام شعبنا وأمام الناس أجمعين، رؤية نؤكدها اليوم بعد تاريخ حافل في العمل الوطني لعدة عقود منذ تأسيس الجماعة على يد الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله عام 1945. كنا قد عرضنا ملامحها بوضوح وجلاء في ميثاق الشرف الوطني عام 2001، وفي مشروعنا السياسي عام 2004، وفي الأوراق الرسمية المعتمدة من قبل الجماعة بشأن مختلف القضايا المجتمعية والوطنية. وهذه قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إلى جميع إخوتنا وشركائنا في وطننا الحبيب ليأخذ مكانه اللائق بين المجتمعات الإنسانية المتحضرة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جماعة الإخوان المسلمين في سوريا. مجال مفتوح للسادة الصحفيين. تفضل. في بعض الأشخاص خرجوا ليخوفوا الناس من الإخوان، يقولون أن الإخوان مسيطرون على المجلس الوطني والإخوان تأتيهم مساعدات ولا يرسوها إلى الداخل، وهذا كلام كله لا أصل له. أظن الصحافة تعرف الأشخاص اللي صرحوا بهذا بدون ذكر الأسماء. هي أسماء أكثر منها، ليست تيارات، أشخاص يعني. Okay, no problem. Yes. Amar, Okay, I will help you for an English question or any وفي نسخة إنجليزية؟ وفي نسخة إنجليزية وترجمة؟ ما جابوا مع محمود بيجوا الإعلام. whatever any questions you have, you can ask and we'll translate as best as we can. ما هو المقصود في هذا البيان؟ ما هو هذا البيان والهدف من الوجود هنا اليوم؟ تفضل. طيب، هذا البيان هو إذا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، ولنا عودة بالتفصيل إلى هذا الإعلان. إذا نشكركم على المتابعة ونلتقي في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء بإذن الله.